اسمي ليلى، وأبلغ من العمر 44. تزوجت 3 مرات، ولم يرزقني الله بالأطفال. في كل زواج كنت أبحث عن أشياء معينة لم أجدها في شريك حياتي، أشياء تحتاجها المرأة من أعماق قلبها، لا يمكن أن تكون مجرد ورقة زواج فقط. زواجي الأول كان بسبب ضغط العائلة، حيث كنت مخطوبة لابن خالي. فارق السن بيننا كان أكثر من 10 سنوات. فسخت الخطوبة لأنني لم أكن أرغب فيه، ولم يكن بيننا أي تفاهم. حاولت إنهاء العلاقة 4 مرات، لكن عائلتي كانت تقف ضدي وتحاول لم شملنا مرة أخرى. كنت أحترم أي شخص يتقدم لي، لكنني كنت صغيرة جداً. عمري كان 15 عاماً فقط عندما خطبت له، وعندما بلغت 17 أدركت أننا غير مناسبين لبعضنا. حاولت جاهدة إيصال صوتي لأمي وخالاتي وعائلتي، لكن لم يفهمني أحد. وصلت لمرحلة حرجة، واتخذت قرار الابتعاد عنه. بعد معركة طويلة مع عائلتي، خسرت الكثير من الأقارب، لكنني نجحت في فسخ الخطوبة. بعدها قررت أن أعيش حياتي، لكنني لم أكن أعلم أن الفرص تأتي مرة واحدة فقط، وأن من لا يحافظ عليها لا تعود له. الحياة مدرسة قاسية، نخطئ كثيراً، لكن الثمن دائماً ندفعه نحن. تعرفت على رجل طيب كان صديقاً لصديقتي، أعجب بي كثيراً وأعجبت به، وتطورت العلاقة لفترة طويلة. اعترف لي برغبته في الزواج ووافقت، لكن فارق السن كان هذه المرة مختلفاً. كان أصغر مني ب4 سنوات. هذا الأمر كان يزعجني، لكن كانت بيننا أشياء مشتركة كثيرة. قررنا الارتباط وتحدث مع أهله، لكنهم لم يكونوا مستعدين لزواجه الآن لأنه لم يكمل دراسته بعد. كانوا يريدونه أن ينتظر حتى يحصل على شهادته. كل ما طلبت منه هو أن يتقدم بشكل رسمي، خطوبة أمام الناس وارتباط واضح. ضغط عليهم ووافقوا، وجاءوا لمقابلة والدي. لكن والدي رجل صعب جدا، متسلط وعنيد، لا يعرف الكثير عن مشاعر الآخرين. ما يريده هو ما يحدث دائما. بالنسبة له، أنا وأختي لا نختلف كثيرا، سواء كنا سعداء أو حزينين أو مرضى. أمي كانت دائماً من تتحمل كل شيء. أختي الكبرى تزوجت في 15 ولم توفق في زواجها الأول بسبب مشكلة عند زوجها حالت دون إنجابه، وانفصلت بعد 6 سنوات. ثم تزوجت من أرمل لديه أطفال، لكنها لم تجد الحب الذي كانت تحلم به، وكان والدي هو من اختار لها هذا الزواج أيضاً. تشويق الجزء الأول: هل ستكرر ليلى تجربة أختها في زواج يختاره والدها، أم أنها ستتمرد هذه المرة بشكل مختلف؟ وما الذي سيحدث عندما يصلها خبر غير متوقع يغير كل شيء؟ أصررت على ألا أكون مثل أختي، فصممت على ترك خطيبي الأول، لكنني لم أستطع فعل ذلك إلا بعد أن أنهيت دراستي الجامعية، لأنه كان شرط والدي. لو فكرت في ترك خطيبي سأخرجك من الكلية. أكملت رغماً عني، وعندما جاء الشخص المناسب الذي طالما حلمت به، عاملته أنا وأهله بشكل سيء. فرضنا عليهم مطالب أكثر من الطبيعي. لم يراعي أحد أنني أريده حقاً، ومشوا وهم غاضبون. خسرته بسبب رفض أهلي مراراً. في تلك الفترة لم يعد الزواج مهماً بالنسبة لي. مع أول عريس جاء بعدها كنت أرغب فقط في مغادرة المنزل. لم أعد أحتمل العيش مع والدي. أمي كانت تعاني من جفاف والدي وقسوته. لم أسمعه يوماً يقول لها كلمة حلوة أو يسأل عنها إن كانت مريضة. كل واحد منهما يعيش في عالم منفصل. لم أكن أرى أي شيء يرفع معنوياتي. شعرت أنني يجب أن أخرج من هذا المكان قبل أن أتدهور أكثر. جاء أول شخص تقدم لي بعد ذلك. لم يكن مختلفاً كثيراً عمن تركته. كان فارق العمر هذه المرة
أكثر من 15 عاماً، لكنه كان مطلقاً وغنياً جداً، فأصبح فجأة أفضل عريس في الدنيا بالنسبة لوالديه. وافق عليه بحماس، خاصة أنه كان يخطط للسفر للخارج والعيش هناك وسيأخذني معه. وافقت دون تفكير كبير وتزوجنا، وكتبنا الكتاب وسافرت معه بعد أسبوع واحد فقط من الزفاف. البلد هناك كانت جميلة وكان مستقراً في عمله لسنوات. لا أستطيع القول إنه كان شخصاً سيئاً، لكنه كان عادياً جداً. كان يحاول إرضائي أحياناً، لكن مشاعره كانت بخيلة. يوم أو يومان في الشهر يفكر أن يخرجني من البيت. تصرفاته وكلماته كانت على قد الحال. حياتي أصبحت روتيناً ثابتاً. أستيقظ، أرتب الشقة، أغسل الملابس، أطبخ، أستحم وأنام. هذا كان يومي لمدة 6 سنوات. لا أطفال، لأنه كان يعاني من مشكلة كبيرة، والأسوأ أنني مع الوقت أصبت أنا أيضاً بمشكلة. لم تعد الحياة تختلف. الأعياد مثل الخريف، مثل الشتاء، مثل الصيف. النهار مثل الليل، والليل مثل النهار. الروتين أصبح مملاً ومقيداً. وفي أحد الأيام ذهب إلى العمل كالعادة، وبعد ساعتين رن هاتفي. كان أحد العمال من مصنعه يخبرني أن حالته سيئة جداً وقد طلبوا الإسعاف. ذهبت مسرعة ووجدته في حالة خطيرة. لم يخبرني من قبل أنه كان يعاني من مشاكل نفسية ثم قلبية. مكث في المستشفى حوالي شهر ثم توفي. الجزء الثاني: ماذا سيحدث لليلى بعد وفاة زوجها؟ هل ستجد نفسها وحيدة في بلد غريب؟ وما المفاجأة التي يخبئها لها زوجها الراحل في وصيته؟ بعد وفاته اكتشفت أنه كان قد كتب كل شيء باسمي: الشقة، السيارة، الشركة الصغيرة، ومبلغاً محترماً في البنك. لم يكن يظهر عليه كل هذا الحب، لكن المفاجأة كانت جميلة جداً. على الأقل لم أعد بحاجة لأحد، ولم أعد مضطرة للعودة إلى أهلي. أكملت عملي وعشت حياتي بشكل طبيعي حتى بعد رحيله. كبرت الشركة وتحسنت أوضاعي، ثم عرض علي شقيقه الزواج، لأننا كنا متداخلين في العمل كثيراً. مرت سنوات على وفاته، والوحدة كانت صعبة. وجود شخص بجانبك، حتى لو لم يكن مثالياً، يساعدك في أوقات الشدة. وافقت، لكنني لا أستطيع القول إن هذا الزواج كان فيه حب. كان عادياً جداً. بعد شهرين فقط شعرت بملل رهيب. أسلوبه كان سيئاً، وعندما يغضب يصبح شخصاً آخر، وكان يفكر في رفع يده، وهذا أمر مرفوض تماماً بالنسبة لي. حدثت بيننا مشاكل كثيرة في فترة قصيرة، ولم يكن هناك أي تفاهم. طلبت الطلاق، لكنه طلب مقابلاً مادياً ضخماً. دفعته دون تفكير. اشتريت حريتي. أغلقت بابي، وقررت ألا أكرر نفس الغلطة أبداً مهما حدث. أصبح كل همي هو تطوير عملي والعيش بسلام دون مشاكل أو تعب نفسي. مر على طلاقي من حوالي 10 سنوات. قلبي مغلق ومفتاحه ضائع. في تلك الفترة كان لدي سائق ممتاز، أحضره زوجي الأول. أنا لا أحب القيادة، قلبي ضعيف وأخاف من الطريق. هذا السائق كان يسافر أحياناً ويعود، لكنه قرر في النهاية أن يستقر في بلده ولن يعود. البديل الذي كان يأتي مكانه عاد أيضاً إلى بلده. وجدت نفسي في موقف صعب، لا يوجد معي أحد. طلبت منه أن يجد لي شخصاً محتاجاً للسفر ليكون سائقاً جديداً. قال لي: لدي ابن أختي شاب يريد السفر، لكني لا أعرف إن كانت نيته لا تزال موجودة. اتصل به. وكان مستعداً. أرسلت الأوراق، وخلال يومين فقط أنهى كل إجراءاته. من أول لحظة رأيته فيها شعرت بشيء غريب، كأنني اختطفت من داخلي. لم أعد أفكر في أي شيء سوى هذا الإحساس. كل يوم كنت أشعر أنني أقترب منه أكثر.
الغريب أنه كان متعلماً، مثقفاً، وسيماً جداً. عمره حوالي 38 سنة. كان مخطوباً مرتين من قبل وفشل بسبب عدم التفاهم، وكان سبب سفره رغبته في الابتعاد عن أهله ومجتمعه. كل يوم كان يثبت لي بمواقفه كم هو شخص نبيل وكريم. تشويق الجزء الثالث. كيف ستتطور مشاعر ليلى تجاه السائق الشاب؟ وهل ستسمح لنفسها بالحب مرة أخرى بعد كل ما مرت به؟ وما الموقف الذي سيجعلها تدرك قيمة وجوده في حياتها؟ في أحد الأيام كنت في حفل زفاف إحدى صديقاتي، وحدث موقف صعب جداً. كان واقفاً بجانبي، لم يتركني لحظة واحدة. في تلك اللحظة فقط شعرت بمدى أهمية وجوده في حياتي، ومنذ ذلك اليوم لم أعد أستطيع الاستغناء عن رؤيته. أصبحت أريد أن يكون أمامي دائماً، لأنني أشعر بالسعادة في وجوده. بدأت أتعرف عليه أكثر، واكتشفت أشياء كثيرة مشتركة بيننا. شخصيته تشبه شخصيتي بشكل لم أجده من قبل في أي أحد. طبعي مختلف قليلاً، وكان هو بالضبط ما كنت أبحث عنه. كنت خائفة في البداية أن تكون المشاعر سطحية، لكن مع الوقت تأكدت أنها إعجاب وحب حقيقي من القلب. دون تفكير قررت أن أعرض عليه الزواج، لأنه من المستحيل أن يتخذ هو هذه الخطوة بنفسه. بعد إلحاح كبير مني وافق. كنت سعيدة جدا، وبدأت أجهز كل شيء لليوم الذي طالما حلمت به. ليلة زفافي كانت أسعد ليلة في حياتي كلها. لأول مرة شعرت أنني تزوجت حقا. اكتشفت أن كل ما مضى من عمري لا يحسب، وأن زيجاتي السابقة لا تقارن بهذا الزواج. كان في قمة الذوق والرقة معي. لم يمر يوم دون أن نكون معا مرات ومرات. كان يريد أكثر مما أوافق عليه أحياناً، لأن الموضوع كان مفاجئاً بالنسبة لي. لم أكن أتخيل أن يوجد رجل بتلك القوة واللطف والحجم المفاجئ. كل هذا مع الحب والتفاهم والاهتمام المشترك. كنت أسعد امرأة في العالم. استمرت هذه السعادة لحوالي 5 أشهر، ثم بدأت أتساءل: لماذا لم أحمل حتى الآن؟ ذهبت إلى الطبيب، وبعد الفحوصات والتحاليل جاء الرد المدمر. قال لي الطبيب: للأسف لم تعد لديك فرصة للحمل. المشكلة التي كنت تعانين منها كبرت أكثر من اللازم، واضطررنا لاستئصال الرحم. في تلك اللحظة تأكدت أنني لن أكون أماً أبداً، وأنني لن أستقر بشكل كامل في حياتي. عدت إلى المنزل وأنا محطمة. جلست مع زوجي وقلت له: من حقك أن تختار. أنا لن أكون أماً، وبالتالي لن تكون أباً. أنت حر في البقاء أو الرحيل. كنت أتوقع أي رد إلا الذي سمعه منه. سمعني بهدوء ثم قال لي: أنا مستحيل أتركك. سأكمل معك بقية عمري. أنت الحب الذي كنت أبحث عنه لسنين، ولن أجده ثانية. صدقيني، الموضوع مش هيفرق معانا كتير. أنت بنتي ومراتي وأختي وكل حاجة. أرجوك لا تفكري في هذا الموضوع ثانية. تشويق الجزء الرابع. هل ستستطيع ليلى تصديق أن زوجها قبل بهذا القرار الصعب بهذه السهولة؟ أم أن هناك مشاعر مختلطة تنتابها؟ وماذا سيحدث بعد 7 سنوات من هذا القرار المصيري؟ طلبت منه ألا يتكلم في الموضوع مرة أخرى، ثم قلت له: إذا أردت الزواج من أخرى فأنا لا أمانع، لكن أرجوك أن تبقى في حياتي. نظر إلي وقال: أنا مستحيل أفعل ذلك. أنت أغلى عندي من أي شيء. مر الآن على هذا الموقف حوالي 7 سنوات، ونحن متزوجان، وما زال لا يوجد طفل في حياتنا. السؤال الذي يؤرقني كل يوم: هل أنا ظلمته؟ هل من حقي أن أحرمه من فرصة أن يكون أباً؟ أم أن قراره كان واعياً وناضجاً بما يكفي؟ هذا الرجل الذي جاء سائقاً بسيطاً تحول إلى حب عمري. كان يبحث عن نفسه، عن حياة هادئة
بعيداً عن مشاكله السابقة، ووجدني أنا. وأنا كنت أبحث عن الحب الحقيقي طول حياتي، ووجدته فيه. لكن ثمن هذا الحب كان غالياً جداً: حرمانه من الأبوة. كلما رأيت طفلاً صغيراً في الشارع أو سمعت ضحكات أطفال الجيران، أشعر بوخز في قلبي. أشعر بالذنب لأنه ضحى بهذا الحق من أجلي. حاولت أكثر من مرة أن أعيد فتح الموضوع معه، لكنه يغلق الباب بحزم ويقول: لا تفتحي هذا الملف مجدداً، أنا اخترت وأنا سعيد باختياري. لكن السعادة التي يظهرها، هل هي حقيقية أم مجرد تمثيل؟ أحياناً أراه ينظر للأطفال بحسرة خفيفة، سرعان ما يخفيها بابتسامة. يحاول أن يملأ حياته بالعمل والسفر والهوايات. اشترى كلباً صغيراً يعامله كأنه طفله، ويخصص له وقتاً ورعاية كبيرين. أنا من ناحيتي حاولت أن أعوضه بالحب والاهتمام والرعاية. أصبحت طبيبة نفسية له قبل أن تكون زوجة. أراقب مزاجه، ألبي احتياجاته، أحاول أن أكون كل شيء له. لكن هل يكفي هذا؟ هل يمكن للحب وحده أن يسد فراغ عدم وجود طفل؟ مرت 7 سنوات وأنا أعيش هذا الصراع الداخلي. من ناحية، أنا ممتنة له على حبه وتضحيته، ومن ناحية أخرى أشعر أنني أسرته في زواج قد يفقده شيئاً ثميناً لا يمكن تعويضه. تشويق الجزء الخامس: هل ستستمر ليلى في صراعها الداخلي أم ستتخذ قراراً مصيرياً؟ وما الذي ستكتشفه عن ماضي زوجها قد يغير نظرتها لكل شيء؟ هل ستخبره بحقيقة جديدة تغير المعادلة تماماً؟ أدركت بعد 7 سنوات أن الحياة ليست أبيض أو أسود. هناك مساحات رمادية كثيرة. زوجي اتخذ قراره عن قناعة، وأنا أحترم هذه القناعة. لكن هل هذا يعني أنني توقفت عن الشعور بالذنب؟ أبداً. كل يوم أتساءل: لو كان تزوج من امرأة أخرى، هل كان سيكون أباً الآن؟ هل كان سينجب طفلاً جميلاً يشبهه؟ هذه الأسئلة تعذبني، خاصة في الليالي الهادئة عندما ننام بجانب بعضنا، وأشعر بدقات قلبه وأفكر: هذا القلب الذي يحبني كثيراً، هل يشعر بالحرمان؟ ربما تكون قصتنا مختلفة. ربما يكون الحب الذي بيننا كافياً لملء أي فراغ. هناك أزواج لديهم أطفال ويعيشون في جحيم بسبب عدم التفاهم، ونحن رغم عدم وجود أطفال نعيش في جنة من الحب والاحترام. هل الأطفال هم المقياس الوحيد لنجاح الزواج؟ بالطبع لا، لكن المجتمع ينظر إلينا بنظرة شفقة، والعائلة تلمح بين الحين والآخر بفكرة التبني، وهو ما يرفضه بشدة. يقول: لا أريد أن أربي طفلاً ليس من دمي، هذا ليس حلاً. في السنوات الأخيرة بدأت أتعامل مع الأمر بشكل أفضل. قبلت أن هذه هي مشيئة الله، وأنه لو كان هناك خير لنا في الإنجاب لرزقنا الله به. تعلمت أن أكون ممتنة لما لدي، لا نادمة على ما فقدت. زوجي الحالي أعاد لي الثقة بنفسي، أعاد لي الحياة بعد أن كنت أشبه بجثة تمشي على الأرض. علمني الحب الحقيقي، وتعلمت منه أن التضحية هي أساس العلاقة الناجحة. لكن السؤال الذي يظل عالقاً في ذهني: هل أنا ظلمته حقاً؟ لو كنت مكانه، هل كنت سأقدم على هذه التضحية؟ هل كنت سأترك حلم الأبوة من أجل امرأة؟ لست متأكدة من الإجابة. ربما لن أعرفها أبداً، لكن ما أعرفه يقيناً أنه كلما حاولت الابتعاد عنه أو التفكير في تركه ليبدأ حياة جديدة مع امرأة أخرى، يمنعني بحزم ويقول: أنتِ وطني، وأنتِ بيتي، وأنتِ كل ما أملك. لا تحاولي أن تهدي أحداً ما ليس له. أنا ليلى، زوجة ثالثة لرجل كان سائقاً، وأحبها كما لم أحب أحداً من قبل. حرمناه من الأبوة، أو حرم نفسه بإرادته؟ لا يهم. المهم أنه اختارني وأنا اخترته،
وبعد 7 سنوات من الزواج بدون أطفال، ما زلت أسأل نفسي كل يوم: هل أنا ظلمته؟ أم أن الحب أحياناً يكون كافياً لتعويض أي شيء؟ القصة لم تنتهي بعد، والحياة لا تزال تمتحننا. ربما يكون الفصل القادم مختلفاً، ربما يكون هناك طفل بطريقة غير متوقعة، أو ربما نظل نحن الاثنان فقط للأبد. نهاية القصة: هل ستجد ليلى السلام الداخلي؟ أم سيظل السؤال يطاردها حتى نهاية العمر؟ الجواب ليس في القصة، بل في قلب كل من يعيش تجربة مشابهة. فالحب الحقيقي قد يكون أعمق من أي رغبة، والتضحية من أجل من نحب قد تكون أعظم إنجاز في الحياة.